احنا معانا الدكتور حسام كمال المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. دكتور حسام سامعني؟ اتفضل. سامع حضرتك. اتفضل. قول يا دكتور ايه الأخبار عندكم في الإضرابات بالنسبة انا بس لنقابة الأطباء؟ ليا تعليق صغير بس على المقدمه بتاعت حضرتك. اتفضل. حضرتك بتقول ان المفروض ان الاطباء ملائكه الرحمه. طبعا. فعلا الاطباء ملائكه الرحمه، مش المفروض، هو فعليا الاطباء ملائكه طيب الرحمه. ما غلطناش يعني. والدليل على كده ان اضراب الاطباء اللي استمر اكثر من 60 يوم لم يضر مريض واحد. كان الاضراب اضراب جزئي بيشملش حالات الطوارئ والحضانات والرعايه المركزه، ما بيشملش حالات الغسيل الكلوي، ما بيشملش الحالات الحرجه اللي ممكن تعرض حياه المواطنين للخطر. كان اضراب الاطباء بالظبط المستشفيات بتعمل فيه زي ايام الجمعه والعطلات الرسميه. تاني حاجة إن إضراب الأطباء كان مطالب واضحة، وكان على رأسها تحسين المنظومة الصحية عن طريق رفع ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة، وده بالمناسبة وفق لنص المادة اللي تم الاستفتاء عليها في دستور 2014. طيب دكتور حسام، هل لا تتفق معي ان خلاص البلد خلال 27 يوم او اقل هيكون فيها رئيس، ونقدر ان احنا نتجاوز كل المشاكل اللي احنا فيها لما يكون في عندنا رئيس منتخب، وبعدها بشويه تانيين في برلمان اقصى تقدير له يوم 17 يوليو؟ نتمنى ذلك، ولكن احنا عندنا وضع الصحة في مصر وضع كارثي لا يحتمل التأجيل او المماطلة. كان على الحكومة الحالية ان هي تبدي حسن نية وسرعة استجابة لمطالب الأطباء، مش بس على مستوى الكادر، لا كمان على مستوى دعم تحسين المنظومة الصحية بالأجهزة والإمكانيات داخل المستشفيات. احنا الوضع الصحي في مصر للأسف الشديد كارثي. كشف ده بوضوح أزمة الالتهاب الرئوي اللي فاتت في شهر يناير، واللي راح ضحيتها 6 من شباب الأطباء نتيجة ضعف الإمكانيات الموجودة داخل المستشفيات، ضعف إنجاز مكافحة العدوى. الكلام على الانتظار لحين وجود رئيس دائم وحكومة دائمة هو كلام بنسمعه من 3 سنين فاتوا. في الحقيقة يعني كان لازم يكون في جدية أكتر في التعامل مع مطالب الأطباء، وعندما يأتي رئيس جديد وحكومة جديدة تستكمل المسيرة، بس كان لازم نبدأ. يعني كان لازم الحكومة المؤقتة تبدأ، لا تكتفي فقط بالفرجة والوضع الحالي. ايوه. الدكتور حسام كمال المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء، أشكرك جدا. وده كان تعليق الدكتور حسام على التقرير اللي احنا أذعناه على حضراتكم من شوية. برضو اللي أنا عايز أقوله، أنا لما قلت الأطباء المفروض إن هم ملائكة الرحمة، الحقيقة ما أقصدش إن أنا أهين الأطباء أبدا، ولكن أنا بأكد إن هم ملائكة الرحمة، وبطلب منهم إن هم يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية والواجب الوطني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، في ان احنا نعدي الازمة اللي احنا فيها، ونعدي عنق الزجاجة زي ما قلنا، ويبقى في رئيس ويبقى في برلمان نقدر من خلال هذا البرلمان ان احنا نعمل بقى الكادر ونعمل القانون، ويبقى برلمان منتخب هو اللي بيقول وبيعبر عن المواطن، اي مواطن، سواء كان هذا المواطن طبيب او هذا المواطن غير طبيب يعني، او من المرضى يعني، لان هي علاقه مشتركه ما بين الاطباء وبين المرضى. هذا الكادر يخص الاثنين، وانشاء مجلس اعلى للدواء ده مطلب الحقيقه مهم جدا، محتاجين ان احنا نفعله. مصر بقى تتولى اداره النقاش حول الاجراءات لعمليه نزع السلاح النووي. ايه ده؟ ممكن الكلام ده يتم يعني؟ نتمنى ذلك. يعني الكلام ده بينادي بيه الخارجية المصرية من التسعينات بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط. نتمنى يعني ما يبقاش إسرائيل عندها سلاح نووي وإيران عندها سلاح نووي، والبلاد اللي في النص دي تتعجن في النص يعني.